السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا وياكم بفيديو جديد. رجعنا وياكم بفيديو روتين العشاء. هاليوم راح نسوي الفلافل العراقية. اكيد كل العراقيين يعرفونها. بما انه الحمص المجروش صار بالحصة او الكمية شو يسموها، فيبقى هواي يعني. لذلك قررنا نسوي فلافل لأن الفلافل مالت الحمص المجروش كلش طيبة، أطيب من الفلافل الحمص العادي. فأني هنا منقعته يوم كامل من الليل لحد يوم ثاني العصر. هسه راح نصفي من الماي مالته عدل، وراح نخلطه بمحضرة الطعام، أو إذا عندكم السرامة مالت اللحم بعد أفضل تسوي، يعني تنعمه كلش. فهسه راح أخليه بالمحضرة، خلي منه قسم. وعندي على جهة بنات ننظف وراسين بصل، و 6 فصوص ثوم وكراد. واذا عندكم كرفس هم ضيفوا، بس انا يوم متوفر عندي الكرفس فما ضفت. هسه راح نخلط قسم، نسوي بين قسمين، نخلط قسم ونرجع نخلط القسم الثاني. تخلطون هواي، كل ساعة تخلطون وتوقفون تحركونه لأن يلزق بالصفاحة. في كل ساعة تخلطون، شوفوا بهذه الطريقة تحركونه هيك وترجعون تخلطون على مود ينخلط كله عدل يعني. فراح خلطة هاي آخر مرة، شوفوا هيك صار. هسه راح نخلط الوجبة الثانية، أخلطه يعني نص، أشوفه يتنعم كلش، وارجع اضيف ويا البصل والثوم والكرات كلها نضيف، نسوي ويا الوجبة الثانية العفو. شوفوا بنات ضفت كل الكرات والبصل والثوم، وهسه راح اعجن عدل. هسه بعد ما عجنا عدل راح اضيف عليه ظرف بيكنج باودر، وبطرف الخاشوقة صودة، ما نريد نخليه هواي احنا على مود لا تسوي بيه مرارة. وراح نضيف رشة ملح. ورا ما نضيف الملح راح نخلطه كلش زين على مود ما يعني تبغى تكتلات مالت البيكنج باودر او الصودة. خلطة عدل. وبنات لا تحطون وياه لا ماي ولا اي شي، لان اذا حطيتوا ماكو بيه ماي، شوف حطوا ماي يعني وما اعرف شلون يقلون، يصير يعني كلش خفيف حتى ما يثبت بالقالب. فأنا هنا ضقت ملوحته، شفته يحتاج بعد ملح، حطيت له بعد رشة ملح. هو قلت لكم الملح حسب الذوق. وها التاوة مالتي انا من بديت اشتغل بيه، حطيت لي بيكنج باودر، حطيت التاوة على النار وبيها زيت حتى تحمل، لان ما اريد اخليه هواي. اذا حطيتوا بيه البيكنج باودر لا تخلونه هواي، مباشرة قلبوا. وهسه شوف بنات راح احطه بالقالب بهذه الطريقة وراح نقلب. تقلاته كلش سهلة اذا عندكم القالب. ومن تبدون تحطون بيه الفلافل، يعني من تبدون تخلونه بالزيت شوي فتروا النار، يعني نصوها لا تخلوها كلش عالية.
وهاي بعد ما قليناه بنات. شوفوا بغت عندي هالوجبة الأخيرة، قليتها بسرعة يعني ما تاخذ وقت، بسرعة يصير أحمر وتطلعه. وهسه بعد ما خلصنا الفلافل راح نقلي وياه شوي بتيتة، لأن أنا مشتهي اللفات هاي المشكلة تجي شايفيها بالسوق، باذنجان على بوتيتة على زلاطة على فلافل، يعني طعمها كلش طيب فاشتهيتها يعني. وورا ما تستوي البوتيتة راح أضيف نقلي الباذنجان. وهسه هاي بعد ما استوت البوتيتو والباذنجان انا سويت لفتين وانضربت بورة عبالي الكاميرا جاي تصور، بس طلعت لا ما جيت تصور، فراح اسوي اللفة الثالثة وياكم. نخلي بنات نفتح الصمونة ونخلي بيها شوي باذنجان وشوي بوتيتة، وراح نحط بيها فلفل ونخلي بيها شوي زلاطة، وأكيد ما تحلى الفلافل إذا مو وياها عنبة حارة والشطة همات. وياها قلاص بيبسي بارد. وهاي لفتنا بنات، شوفوها طعمها كلش طيب صار، والفلافل هم كلش طيبة ومقرمشة، انصحكم تجربوها. ووصلنا بنات لنهاية الفيديو. اذا وصلت جاي نهاية الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك. مع الف سلامة.